أما تأكل لك حقوق الناس هكذا ما يكفيش قانون الكفالة حقكم هذا. يعني ملايين السعوديين أو 10,000 100,000 من السعوديين عايشين على موضوع الكفالة. قانون رق هذا. لا تدركوا أنتم حجم المعضلة الذي عاملينها أنتم بالعالم. قوانين الرق هذه اللي حق يا أخي لا تدخلش أحد بلدك من البداية. لا تجبرش الناس تسافر وتجي تقول له ده كفيل وما تنقلش وما تتعالجش وما تسكنش كلام فارغ. إذا كان لابد اعمل قوانين واشتري أغراض الناس. أما أنك تخلي المغترب يستثمر ويدين ويبيع عرض ويقتتل وتجي تقول له لا أنا أبغى أسعود التلفونات ويعني ما همش حق شغل عيالكم. إذا ما همش حق شغل ما ينفعش أي قرار. لا ترجعوا تتصلوا بالمغارف حق الفول وأنا هذا يحتلق. جمعوا دومان. وين هذا وزير الاتصالات السعودي؟ وين العقلاء السعوديين في 2016؟ وقوانين الرق هذه ما زالت تمارس ضد كل المغتربين. عيب. وثانيا المواطن اليمني المفروض يكون له استثناء، لأن احنا بجحر الحمار الداخلي الآن ومن تحت راسكم، لأنه علي عبد الله صالح حليفكم من 33 سنة. اختلفتم رجعتم ندشتم من الجهتين، فعلى الأقل تراعوا المرحلة هذه. أنا أخاطب وأناشد كل الناس الشرفاء، وأي واحد يستطيع يوصل الرسالة هذه للديوان الملكي لوزارة الاتصالات. عيب عيب. مش ناقصين احنا جالسين نرقع بعد اجحاركم هنا بأمريكا إنه لا احنا دولة إسلامية ومعنا خصوصية، وهم يقولوا لا هذا دولة متخلفة، دولة تحارب الإنسانية والبشرية وكل القوانين المدنية. واحنا نقول لهم لا احنا معنا خصوصية والملك سلمان هنا جنب حمود. وين من الخبر؟ الذي يشحن التلفون نادي موقع سعودي. كلام فارغ وسخيف.